اول مره اجيب السمنه بتاعه الاصدقاء طبعا منتجاته معروفه جدا ومنتجاته كلها حلوه جدا جدا، لكن عمري ما جربت السمنه بتاعته. انا في الغالب بحب الزبده النيوزيلندي، او كنت بجيب شيراتون او فيرن اللي هي الطبيعي البقري. المهم ان دي اول مره اجيبها، لسه مقفوله اهي زي ما انتوا شايفين. فانا بقى عايزه افتحها واشوفها كده شكلها ايه من جوه، وكمان اشم الريحه بتاعتها واشوفها كده مرمله ولا لا. وهعمل بيها النهارده رز واجرب طعمها كده، واقول لكم برضو رايي فيها. انتوا اكيد عارفينها، وفي ناس اكيد كتير جدا جدا جربتها وعارفه اذا كانت حلوه ولا لا، بس انا عن نفسي دي اول مره. عايزه اشم ريحتها كده واشوف ريحتها عامله ازاي. ريحتها تحفه، مجرد ما فتحت الغطا كده يعني، حتى قبل ما اقربها من مناخيري شميت الريحه، لان الريحه باينه. ريحه فلاحي بلدي اصلي فعلا. وكمان شكلها كمان حلو قوي. هجيب معلقه واطلع حته كده عشان اشوف الترميله. انا كنت حطاها في التلاجة فاكيد هتبقى جامده شويه، بس عايزه اشوف الترميله. طبعا مرمله جدا، باينه اهي ان هي مرمله. اعتقد ان هي هتكون حلوة جدا في البيض وفي الرز وفي كل الاكل. وانا في الغالب كمان بجيب الزبدة الصفرة وبرضو السمنة اللي هي بتكون صفرة. اول مرة اجرب اللي هي البيضة دي، بس اعتقد ان هي هتعجبني جدا. اكتبولي بقى رأيكم فيها في الكومنتات لو جربتوها قبل كده. وهعمل بيها الرز واقول لكم برضو طعمه عامل ازاي، واقول لكم رأيي فيه بالسمنة دي. عملت بقى بيها الرز زي ما قلت لكم كده، وعايزه اقول لكم ان ريحته بجد جباره، ولا طعمه بقى خطير فعلا. لان السمنه الحلوه فعلا بتبان اذا كانت حلوه ولا لا. اكتر حاجتين في الرز وفي البيض المقلي. فعلشان كده قلت اجرب بيها الرز النهارده لاول مره، علشان اقيمها كده واشوف هل هتعجبني ولا لا. بس فعلا طلعت خطيره خطيره بجد، ومن الحاجات اللي انا هكررها تاني وهعتمدها بعد كده على طول.